صباح الخير على كل المتابعين الجمال. النهارده هنعمل كوريونز كشكل او شكل كوري على الطريقه الكوريه، ودي بتتقدم بنوعين، بتتقدم مع بومفريت او فرنش فرايز، وبتتقدم مع سلطه. هنمشيها واحده واحده ونعملها مع بعض. ده بيبقى منظر الكوريونز كشكل. دي بتبقى فراخ تبله ومحطوط عليها دقيق ذره او نشا ذره، وبعد كده بننزل فيها في القلايه عاديه جدا. والنهارده هنعمل هالف سكوجن. والسكوجن عباره عن توست محمر في الزبده، وبنحط عليه السكوجن. السكوجن ده عباره عن جمبري بالمايونيز مع الشبت مع السينب. ونفس الحكايه بنعمله هنا. بناخد عليه اللويروم وبنزوقه ببصل احمر متقطع صغير، وكرات متقطع صغير نحط عليه الجرنش بتاعه. هو عبارة عن عشب أخضر براعم، ويبقى ده شكل الطبق معاه. وقبل ما بنقدمه ننزل عليه بفص ليمون، وهنبتدي نحضر السلطة للشكل الكوري. وبتنزل مع سلطة عادية جدا مع خيار مع طماطم شيري تومات، ممكن ننزل عليها كمان بصل أخضر، ونديها الدريسنج بتاعها. الدريسنج بيبقى عبارة عن زيت زيتون وعسل ومستردة وملح وفلفل أسمر، بيتضرب كله مع بعضه لغاية ما بنوصل للنتيجة دي. وده بيبقى شكل السلطة أو السلايد سلطة بتاعه. دلوقتي هنعمل كريب مسيو أو سندوتش فرنسي، نقدمه مع سلطة نفس السلطة العادية اللي احنا اتكلمنا فيها، تبقى شيري تومات جرين سلطة، وبناخد عليها الدريسنج نفس الدريسنج اللي احنا اتكلمنا عليه. ودون الكريب مسيو بيبقى عبارة عن جبنة وعيش ولانشون، ممكن نستبدله بلانشون، وبيتقطع بالشكل ده. وهو سندوتش خفيف جدا ممكن نعمله في البيت وجميل. وهو دون شكل الكريب مسيو بتاعنا النهارده. دلوقتي دي منظر الفراخ بعد ما قليناها. سيراتشا صوص، لان السراتشا صوص حامي شويه بنحط خيار يهدي الطعم. وبعد كده بننزل عليها بسمسم، سمسم محمص وسمسم مش محمص الاتنين مع بعض. وبعد كده بننزل عليها ببصل اخضر بالمنظر ده. وبعد كده بنديها البصل المخلل بالمنظر ده. ودون منظر الفراخ الكوري او كوريان شيكلين. وبيتقدم ممكن نقدمه مع سلطة، وممكن نقدمه مع بطاطس مقلية والدريسنج بتاعها. هنعمل شيبسي طبق تسلية عبارة عن شيبسي عادي، نحط عليه قشطة بالمنظر ده، وبنحط عليه سيكروم، وهو دون الشيبسي بالمنظر ده.
نعمل السيسر شيكلين، ودي سلطة متنوعة بتبقى عبارة عن سلطة وفراخ ودريسنج وعيش بيكون، وهنشوفها مع بعض واحدة واحدة. الأول باخد السلطة المصري الطبيعي خالص، بنزل عليه بالسيسر دريسنج. السيسر دريسنج هنعمله مع بعض، وببتدي أقلب السلطة في الدريسنج لغاية ما يتناغموا مع بعض ويبقوا كلهم حتة واحدة، وبنزل بيهم في الطبق من تحت. وبعد كده بجيب العيش المحمص بالثوم كروتونجر، ببتدي افرده على الطبق من بره. وبعد كده بجيب البارميزان او البارميزان توست، ببشرها على الطبق بالطريقه دي مع جبنه البارميزان. بعد كده بنزل عليها بقطعتين فراخ،